أرى أن سيناريو الحرب المقبلة على المنطقة ستتحول إلى قلب البحر وتصبح حرب السفن والأساطيل، وسنشهد يوماً أسوداً في تاريخ البحار. بعدما حشدت أمريكا مدمراتها وقواتها قبالة إسرائيل، ومع وجود أسطول روسي قبالة طرطوس السورية، هي الصين تدخل لعبة البحر وتوجه 6 مدمرات نحو الشرق الأوسط ليجمع البحر المتوسط أكبر 3 قوى نووية في العالم. يأتي ذلك بعد تقرير رسمي أمريكي يتحدث عن ضرورة استعداد الولايات المتحدة لحروب محتملة ومتزامنة مع روسيا والصين من خلال توسيع قواتها التقليدية وتحالفاتها وبرنامجها لتحديث الأسلحة النووية. ولكن هل اكتملت عدة الحرب العالمية الثالثة بقدوم مدمرات الصين؟ السفن الحربية الصينية ال6 تشمل مدمرات الصواريخ الموجهة وفرقاطة وسفينة إمداد متكاملة، وهي جزء من فرقة عمل بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبي. تشير مصادر خاصة لسبوتشوت إلى أن الوجهة المتوقعة لتمركز المدمرات ستكون إما قبالة ساحل سوريا أو تركيا، في وقت يستبعد مراقبون عبر سبوتشوت أن تسمح أمريكا للصين بالتمركز النهائي في مياه الشرق الأوسط. فهل تنطلق الحرب الكبرى من المتوسط ويستخدم السلاح